اوكي، بس تنساش ان انت تصلي على النبي. انا هختصر لك الليله كلها. انت دلوقتي فاضل 20 يوم، هنقول ان هم 20 يوم، هنشيل منهم 7 ايام، بلاش 7، هنشيل منهم 5 ايام قبل العربي. اوكي، في لسه وطنيه ودين والكلام ده، ما تقلقش، دول المراجعه على يوتيوب بتلمهم لك يعني. بس احنا دلوقتي هنشيل 5 ايام من 20 يوم، فاضل معانا 15 يوم كمان. اللي كانوا مشاركين معانا قبل كده في تحدي ال 15 يوم بتاع ال 14 ساعة كل يوم، هينزل بكرة شهادات تقدير بتاعتهم. تمام؟ دي ناس كانت بادئة شايفة إن هي مش هتقدر تكمل، وكانت محبطة جدا من نفسها، وكملت ولمت. في منكم اللي خلص منهج في ال 15 يوم دول وبدأ يحل لي نماذج استرشادية. في ناس من اللي مشتركة معايا في المتابعة خلصت وبدأت تحل. في ناس مشتركة معايا من أزهر بتشطب خلاص وبتحل. فكل المطلوب منك تغير العقلية دي وتبدأ شغل. تمام؟ أنا مش طالبة منك أكتر من كده، ولا بقول لك اعمل أي حاجة. غير دي وابدأ معايا شغل. فاضل لك قول 15 يوم، مش هنحسب ال5 أيام اللي هنفضيهم قبل العربي بقى والوطنية والحاجات دي. تمام؟ قول فاضل معانا 15 يوم. عايز تقنعني 15 يوم كل يوم 14 ساعة مش مقضي معاك؟ تبقى حمار. سوري، تبقى حمار. تمام؟ 15 يوم دول هنعمل فيهم ايه؟ هنعمل تحدي تاني يخص ال 14 ساعة، بس بتفاصيل مختلفة شوية. أول حاجة، لو أنت عايز تشارك في التحدي، أنت مش مطلوب منك أي حاجة غير إنك هتدخل في الجروب أو في قناة التليجرام، وهتتابع إن أنت تبقى بتشاركني على طول التايمر بتاعك. تمام؟ إنما بتوع المتابعة بيبعتولي وأنا ببعت لهم كل شوية وصلتوا لفين، وبفضل فوق دماغهم. ده غير الجداول اللي كل شوية بتتحدث بناء على ظروفهم وكل ده. ده بالنسبة للمتابعة والتحدي، عشان انتوا بتدخلوهم الاتنين في بعض فاكرين ان التحدي بفلوس، وهو مش بفلوس. تمام؟ طب انا برضو اعمل ايه؟ انا ضايع، انا في مواد واقعه مني، انا في مواد ما حلتش فيها. انا لا، بص، باختصار شديد جدا، مطلوب منك رقم واحد تستعين بالله. فروضك تبقى في ميعادها، وفي كل يوم ركعتين قيام ليل كده، حتى لو مش حاسس بحاجه صليهم وادعي بس وكلم ربنا فيهم. تمام؟ رقم اتنين، كل اللي وراك، كل اللي واقع منك، اكتبه. اكتبه. انا عامله لك 3 مسجات على جروب التليجرام وعلى جروب الواتساب، فيهم شرح فيزياء وكيمياء واحياء المنهج كله. تمام؟ فمطلوب منك تكتب كل اللي وراك في كل المواد. انت بقى ادبي علمي ايا كان، تكتب كل اللي وراك لو سمحت. تمام؟ وهتثبت ان انت كل يوم هتذاكر 3 مواد. اقل من كده ممنوع. ممنوع. معانا نظامين. النظام الاول، ثواني عشان الكم هيتعمل. النظام الاول ان انت هتذاكر في اليوم 3 مواد اقل حاجه. ماده علميه وعربي كل يوم، لان انتوا كتير قوي واقع في النحو، وانجليش او فرنساوي كل يوم. تمام؟ مادة منهم هتذاكرها شرح وحل، مادة حل بس، ومادة زي الإنجليش كده حفظ كلمات وحل برضه. تمام؟ طيب لا، أنا ما بقدرش، أنا بتخنق. خلاص، أنت بتتخنق. في نظام تاني إن أنت هتاخد كل مادة على يومين بس. العربي هيتثبت معانا كل يوم. يعني إيه؟ هتشوف أكتر، مش العربي بالذات، بس أنا بقول لك عشان أغلب الناس اللي كلمتني واقع منها العربي. بس أنت هتشوف إنه كل يوم لمدة يومين. يعني مثلا فيزياء تخلصها على يومين، شرح وحل، يوم شرح ويوم حل. هتقول لي اصلي بصدق، انا عندي تلم 50% من المنهج احسن من انت حمار مش فاهم حاجه. تمام؟ عشان كده بقول لك انقاذ ما يمكن انقاذه حرفيا. تمام؟ فانت لو انت ما انقذتش مستقبلك، محدش غيرك هينقذه. فايت على انك تجيب مجموع احسن ما تفايت على انك تشيل. اصل عدم شغلك ده انت بتفايت على انك تشيل مواد، مش بتفايت على انك تجيب مجموع. فاول حاجه كده استعين بالله زي ما قلت لك، اكتب كل اللي وراك وابدا الشغل. ال 14 ساعه قلنا هيتقسموا ازاي؟ نفس نظام التحدي القديم. اول بلوك هيبقى ماده علميه، ان انت بتبقى لسه صاحي من النوم، يبقى قمه تركيزك في الماده العلميه. الماده اللي بعدها هتبقى عربي، اساسي عربي، لان العربي طويل جدا، ومحاضرات محمد صلاح وهدى الفاروق اطول من بعض، وانت مضطر ان انت تلم الليله دي. واخر ماده اللي هو يبقى مخك فصل شويه، تحفظ الكلمات المهمه من المنهج وتحل عليها، وتفهم شويه من الجرامر. الجرامر مش مطلوب منك انك تحفظه قد ما مطلوب منك انك تفهمه وتعرف تطبق عليه. تمام؟ ده بالنسبه للنظام الاولاني، زي ما قلنا، عارفه اني بتوهكم، بس تمام. النظام التاني ايه؟ النظام التاني ان انت هتاخد الماده على يومين، فيزياء يوم شرح ويوم حل، او حتى لو هتقسمها، يعني مثلا فيزياء عندك 8 ابواب. تمام؟
خد فصل عادي مع فصل حديثة كل يعني كده فاهم، يعني فصل عادي بعد كده فصل حديثة، فصل عادي فصل حديث، يعني خد في اليومين يوم فصلين عادي وفصلين حديثة، ويومين فصلين عادي وفصلين حديثة، كهربية فصلين حديثة، فاهم حاجة؟ العضوية والدروس العادية، يوم عضوية ويوم الدروس العادية، وهكذا. يعني كل مادة تاخد منك يومين، يعني 4 مواد اللي هو فيزياء كيمياء أحياء اللهم صل على النبي إنجليزي، هياخدوا منك 8 أيام من 15 يوم. الباقي هيبقى حل مع عربي، يعني كل يوم حل على المواد دي مع مذاكرة العربي لغاية الامتحان. تمام. معاك النظامين شغالين حلو، في بنات معايا وشباب شغالة في نظام المتابعة بالنظام الأول وشغالين حلو جدا وماشيين، وفي شباب وبنات ماشيين بالنظام التاني وبرضه ماشيين حلو وشغالين. فكل واحد ودماغه، أنا قلت لك نظامين أحسن من بعض ونفعوا مع ناس قبلك كتير وجابوا مجموعة في كليات محترمة دلوقتي. كل المطلوب منك إنك تسعى وتدعي وتعمل اللي عليك، النتيجة مش مسؤوليتك. ناوي تغش وحاطط في نيتك أصل هجيب سماعة، أصل أنا بذاكر بس هجيب سماعة وأغش، هقول لك مع نفسك ما تجيش تقولي عشان أمسح بكرامتك الأسفل. مش ناوي تذاكر برضه ما تجيش تقولي، هتيجي تصيح وتشتكي وإن أنت الدنيا جاية عليك والدنيا وحشة وأهلك وفيهم وعليهم، برضه ما تجيش تشتكي. تمام. ولو وصلت لغاية هنا من الفيديو ما تنساش إن أنت تصلي على النبي، ولو محتاج تشترك في المتابعة ابعت لي، هتلاقيه كومنت تحت متثبت فيه كل حاجة، وهتلاقي برضه اللينكات تحت مثبتة أو في صندوق الوصف. وبس كده. باي.